السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة من وصفات العيد الجميلة جدا. وصفة كده تحفة وكمان هتشرفنا قدام ضيوفنا. هنعمل مع بعض السابليه الفاخر بدون زبدة وبمقاديرنا مظبوطة جدا. ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها. حاجة كده من اجمل واروع السابليه اللي ممكن تعمليه في البيت. احلى من اللي بنشتريه من بره، وكمان من نص كيلو دقيق. هنعمل كده الكمية الجميلة دي. هيطلع معانا دايب دوب. مقاديرنا مظبوطة بإذن الله. هنشكل كده تشكيلة جميلة جدا. هتشرفنا كده قدام ضيوفنا بإذن الله. إن شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها. أهم حاجة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير، ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. في البداية كده معايا بولة وهنزل فيها ب250 جرام من السمنة. طبعا أهم حاجة في السمنة تكون بدرجة حرارة التلاجة. طبعا الوصفة مشهورة ان بتتعمل بزبدة، فاحنا ان شاء الله النهاردة هنعملها كده بطريقة اقتصادية. وكمان جربي السمنة ان شاء الله هتطلع معاكي زي الفل بإذن الله. هنزل كده 250 جرام من السمنة. وكمان هضيف لهم كده 150 جرام من السكر البودر. السكر هنا في الوصفة لازم بتطحنيه وبتنخليه مرة واتنين عشان ما يكونش فيه اي تكتلات، وكمان عشان ما يظهرش معايا خالص في عجينة السابليه. هنبدأ كده نخلط الخليط كويس جدا مع بعض قبل ما نضربه كده بالمضرب الكهربائي. طبعا مش متوفر عندك مضرب، بايديكي عادي خالص بتشتغلي، وان شاء الله الوصفة تطلع معاكي جميلة جدا. سابليه من نوام العيد، حاجة كده هتشرفنا ان شاء الله قدام ضيوفنا. جربي كده الوصفة في نص كيلو من الدقيق وان شاء الله هتعجبك جدا. هنبدأ كده بالمضرب الكهربائي. طبعا معروف ان النواعم زي البيتوفور وكمان البسكوت بنضرب كده ضرب كويس جدا، وبننزل كده جوانب الخليط عشان كله ينضرب كده زي بعضه. وكمان هنفضل كده نضرب مع بعض لغاية ما اللون يفتح معايا. بدأ كده اللون يفتح معايا وكمان واخد اللون الكريمي والقوام كده الكريمي. هنبدأ كده نجيب معايا كده 2 عدد بيض. هنزل كده ببيضة بيضة، وكمان هضيف لهم كده معلقة من الفانيليا. نزلت كده بأول بيضة، أول كده ما ببدأ كده أضرب أول بيضة وخلاص بتختفي معايا خالص في الخليط. هنزل كده بالبيضة التانية. جرب الوصفة إن شاء الله تعجبك جدا. كمان كده نزلت بالبيضة التانية وهبدأ كده أضرب. أهم حاجة كده الجوانب طبعا عشان الخليط كله ينضرب زي بعضه. ضربتين كمان كده وخلاص. الخليط كده جاهز معايا. مجهزة كده جنبي 500 جرام من الدقيق وعليهم كده رشة من الملح. طبعا مش هنزل كده بكمية الدقيق كلها عشان كل دقيق بيختلف عن التاني في امتصاصه طبعا للسوائل. فانا كده هنزل بالدقيق واحدة واحدة وهبدأ اقلب. طبعا العجينة مش هنعجنها خالص، احنا بنقلب بس كده تقليبة بسيطة خالص. اخدت معانا الدقيق كله ماشي، ما اخدتش طبعا خلاص بنرفع ايدينا خالص عشان تكون العجينة كده كويسة، وكمان تديك النتيجة المطلوبة. تنزلي كده اهم حاجة بالدقيق واحدة واحدة. خلاص هرفع كده المعلقة خالص وهبدأ كده اشتغل بايديا. طبعا هلم بس العجينة مش هعجن خالص. هي طبعا اخدت معايا كمية الدقيق كلها، يعني اخدت 500 جرام من الدقيق. العجينة طبعا بتكوريها بتضغط عليها مش بتشقق ولا فيها اي حاجة ما شاء الله عليها. هبدأ كده اغطيها واسيبها كده نص ساعة في التلاجة ترتاح عشان اعرف اشكلها طبعا. وهنبدأ كده نشكل العجينة مع بعض. هنبدأ كده بالنشابة طبعا. بتبدأي كده تفردي السمك بتاعها، ما يكونش طبعا رفيع قوي ولا تخين قوي، بيكون كده الحجم بتاعه متوسط. وكمان بتفردي كده العجينة بين كيسين او على المفرش السيليكون علشان ما تلزقش معاكي.
اهم حاجة في البسكوتة دي السمك بتاعها يكون متوسط، وبأي قطاعة طبعا او اي شكل من اشكال الصابليه اللي عندك. بتقطعي طبعا الحجم اللي عندك. انا الاحجام اللي عندي او الاشكال اللي عندي كانت صغيرة. طلعت معايا كمية كويسة جدا من الصابليه. فانت عندك اي قطاعات غير الاستانلس او اللي هي البلاستيك، قطعي باي حاجة. لو مش متوفر خالص اي قطاعات بغطا برطمان او اي كوباية عندك، ممكن لو متوفر عندك بتقطعي تطلع معاكي بنفس النتيجة برضو. هنبدأ طبعا نقطع كده الاشكال المتوفرة معايا. اول حاجة كده هنقطعها مع بعض كده القلب. طريقته سهلة جدا وبسيطة. هنمشي كده على الخطوات مع بعض وان شاء الله هتلاقي نتيجة جميلة جدا في الاخر. حاجة كده تفرح بيها ولادنا في العيد. كل سنة وانتم طيبين. الشكل التاني شكل الوردة الجميل ده. طبعا بتعملي كده عدد فردي او عدد زوجي زي ما انتي طبعا هتشكلي. بتشكليها كده على حسب رغبتك وبأي قطعية تقطعيها وبأي شكل براحتك خالص. الأمر يرجع طبعا لرغبتك. في طبعا أشكال أو للقطاعات أجمل وأحلى من دول. بس ده طبعا اللي كان متوفر معايا. شكلها جميل جدا. السمك بتاعها جميل جدا. طبعا بتكوني كده مسخنة كده الفرن على هادي خالص على درجة حرارة 160 درجة. طبعا الحاجة دي ممكن تدخليها كمان التلاجة ترتاح كده 10 دقايق قبل ما تدخليها الفرن. فاحنا كده العجينة كويسة جدا معايا. انا كده هعمل فراغات. الفراغات دي طبعا مشهورة جدا في الصابليه. بتفرغي كده على حسب العدد اللي انت عاملاه. هفرغ طبعا 4 وهسيب كده 4 لان احنا بنلزق البسكوتة دي في بعض. وكمان هعمل كده شكل صغير خالص في القلب كده. وطبعا هرفع الحاجة دي بطرف كده سكينة. الاشكال طبعا بسيطة جدا. وكمان البسكوتة طريقتها سهلة جدا. من نوع من عيد حاجة كده جميلة جدا عاملينها كده في البيت. ده كده غطا برطمان شغال برضو معايا وما شاء الله اداني كده الشكل المشهور للصابليه. انا استخدمته لانه كبير شوية. هيديكي برضو نفس الشكل وكمان جميل جدا الحجم بتاعه. تدي كده عشان ما تتلخبطيش طبعا. اي صاج بيكون جاهز معايا خلاص بياخد كده تلت ساعة من تلت ساعة نص ساعة في الفرن. بتقلبيه كده مرة واتنين علشان يكون اللون واخد معاكي لون موحد. طبعا انا مكترة او كترت العدد عدد الدوائر دي لان دي طبعا المشهورة. كترت من القلوب وكمان من الدوائر. عجينتها سهلة جدا وطريقتها بسيطة جدا. جربي كده في نص كيلو وان شاء الله الوصفة تعجبك. هعمل كمان شكل النجمة الجميل ده. الصاج كده اللي بجهزه بحضره طبعا بدخله على طول الفرن. هنبدأ كده نعمل الفراغات طبعا على حسب العدد اللي احنا عاملينه. تعملي الفراغات بتاعتك وكمان بطرف سكينة كده بتطلعي كده العجينة دي وبتدخليها في العجينة التانية وكمان بتكملي كده اشكالك. هنخلص طبعا الكمية دي كلها وهخبزها كده وهنرجع كده مع بعض تاني عشان وقت الفيديو. دي الكمية كلها ما شاء الله من نص كيلو دي طالع معايا لونه جميل جدا. عايزة تغمقي اللون شوية في الفرن براحتك خالص. وكمان مسيحة كده سمنة غامقة اسفة شوكولاتة كده سما غامقة وكمان بيضة على حمام مائي كده. وطبعا انا سيبت كده المية السخنة تحتها عشان ما تتجمدش معايا. هنبدأ كده نلزق الاول خالص القلوب كده مع بعض بالشوكولاتة. طبعا نوتيلا مربى المتوفر عندك ممكن تلزقي بيه.
الحركة دي طبعا بتخلي كده البسكوتة معانا متماسكة، وعشان نعرف كمان نشكلها. طريقته سهلة جدا وبسيطة جدا، ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها للعيد. بالشوكولاتة كده بتعملي طبعا الفراغات اللي احنا عاملينها كده في القلب، بنبدأ كده نعملها. ممكن كمان تعملي كده الشكل اللي انا بعمله ده، ممكن تستغني خالص عن الشوكولاتة وتضيفي كده مربى مشمش او مربى فراولة، بيدي شكل جميل جدا. وكمان الصابليه مشهور جدا بالمربى، فانا ما كانش متوفر عندي مربى فانا استخدمت كده الشوكولاتة. عملت كده اشكال من الشوكولاتة البيضاء، وكمان من اشكال من الشوكولاتة الغامقة. طريقة التزيين سهلة جدا وكمان بسيطة جدا. اي طريقة تزيين للاشكال طبعا ترجع لرغبتك وعلى حسب ذوقك. خلاص كده انا خلصت الكمية كلها. هنبدأ كده طبعا نشكل التشكيلة التانية. تبدأي طبعا بتشكلي كده، بتكوني مجهزة كده شوكولاتة في كيس حلواني او كيس تلاجة لو مش متوفر عندك. طبعا عشان تعملي كده اشكال بسيطة جدا. انا هنا طبعا مش عاملة التزيين بأبسط طريقة. تبدأي كده طبعا بتنزلي كده الدوائر الصغيرة دي في الشوكولاتة. ممكن كمان تعملي كده اشكال صغيرة، يعني ممكن تضيفي نص شوكولاتة بيضة ونص شوكولاتة غامقة، براحتك خالص. ايه المتوفر عندك بتزيني بيه. بتضيفي بقى على التزيين اي نوع مكسرات، مش متوفر خلاص. وبشوكة كده عشان طبعا تنزلي كده كمية الشوكولاتة اللي فيها. لو لقيتي كده الشوكولاتة بقت تقيلة معاكي طبعا بتنزليها تاني في حمام مائي يكون سخن كده عشان تكون سايحة معاكي. وكمان ضفتلها كده لكل اي شوكولاتة اللي انا مستخدماها دي معلقة كده من الزيت عشان تكون سهلة معايا وانا شغالة. بتضيفلها كده معلقة الزيت وهي طبعا على حمام المائي، وتبدأي كده بتقلبيها كويس عشان تكون سايحة معاكي وجميلة. ده طبعا شكل النجمة جميل جدا. طريقة التزيين بترجع لرغبتك. اي نوع تزيين او اي شكل طبعا من الاشكال. انا هبدأ هنا طبعا بشكل كده نص ونص. بعد كده طبعا بتكسري كده اللون الغامق بشوكولاتة بيضة، واللون كده الابيض بشوكولاتة سمراء او شوكولاتة غامقة. وزي ما قلتلك ممكن تستبدلي خالص الشوكولاتة طبعا اللي في الدوائر دي بمربى مشمش او مربى فراولة. مش عايزة تزينيه خالص علشان طبعا ما يطراش منك قبل العيد. ممكن كمان تخبزيه وتسيبيه كده تغلفيه، وقبل العيد بيومين او بيوم ممكن كمان تزينيه. تضيفي كده اي نوع مكسرات متوفر عندك. طريقته سهلة جدا وبسيطة. كسرنا كده اللون الغامق طبعا بشوكولاتة بيضة. تعملي كده بتحطيها كده في كيس ثلاجة او كيس من اكياس الحلواني. بتقطعيه قطع صغنون خالص بالمقص، وبتبدأي كده بتزينيها. كمان اي نوع شوكولاتات كده عندك متوفر عندك في البيت الوان هتفرح ولادك جدا بيها. طبعا طريقته سهلة جدا وبسيطة. فيديو التزيين ما جاش معايا، بس والله يعني الطريقة سهلة جدا وبسيطة. ان شاء الله الفيديو يجيبكم وتجربوا الوصفة. الكمية دي من نص كيلو، يعني ارخص كتير من اللي بنشتريه من بره. وكمان حاجة كده عاملينها في البيت بايدينا. ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها. شكله جميل جدا، حاجة كده هتشرفك قدام ضيوفك. كمان من نوائم العيد الجميلة جدا. وصفة كده تحفة عاملينها كده في البيت بايدينا، وكمان طريقتها سهلة جدا. ده شكلهم طبعا سبتهم خالص لما تماسكوا. ممكن كمان بتشيليهم كده في حاجة بلاستيك طبعا تكون مقفولة كويس جدا. ممكن تدخلها كمان ما شاء الله كمية جميلة جدا من نص كيلو. ان
شاء الله الوصفة تعجبكم. زيناها كده بطريقة بسيطة جدا، التزيين على حسب المتوفر عندك في البيت. ان شاء الله الوصفة تعجبكم والفيديو كمان يعجبكم. مقاديرنا مظبوطة جدا، وطلعت كمان العجينة جميلة جدا. شكلنا كده شوية تشكيلات جميلة جدا نتفرح بيها ولادنا. طالعة طبعا بسكوتة دايبة دوب، ما شاء الله طعمها جميل جدا. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتجربوا الوصفة. كل سنة وانتم طيبين وفي رعاية الله.